اما يوم 26 اللي هو هيبقى بعد بكره ان شاء الله، عندنا المريخ في الدرجه 5 في برج الثور. طيب عامل مربع مع بلوتو المتواجد في برج الدلو الهوائي، الثور والدلو. المربع ده في الدرجه 5 عامل مربع مع بلوتو في الدرجه 5 برضه. يعني بالنسبه لك ايها الحمل البيت الثاني والبيت ال11. البيت الثاني بيت المال، والبيت ال11 بيت تحقيق الاهداف. يعني ماشي، البيتين عرفناهم. طيب في انهي منزله الكوكب ده؟ في انهي منزله وده في انهي منزله؟ منزله الثريا مقابل منزله سعد السعود، واحده متوسطه والتانيه سعيده. ارتباط الحكام عندنا المريخ رب الاول في بيت الزهره اللي هو الثور، وبلوتو في بيت زحل. التأثير ايه؟ انفجار في الموارد والدخل. انفجار في الموارد يعني الناحية المالية بيحصل فيها عملية انفجار. طب ده كويس. المريخ في الثريا بيقاتل من أجل المال، وبلوتو بيضغط من أجل التغيير الجذري. طيب هذا المربع أيها الحمل قد يسبب نزاعا ماليا حادا مع جهة كبرى أو مع أصدقاء، لكن ضروري جدا أنه يهدم نظام مالي قديم عشان يجي مكانه بناء نظام آخر. يعني الناس ممكن تلاقي فيه خلل أو في مشكلة أو في قلق فتتخض، لا ده هو القديم بينتهي والجديد بيجي. فعشان ينهار نظام قائم لازم يبقى فيه بعض القلق، لكن مع وجود نظام مالي جديد